طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى النشرة الإخبارية. نبدأها بالعناوين. بافل جلال طالباني يبحث مع مقتدى الصدر الوضع العراقي الراهن وجهود تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة المشاكل التي تعترض العملية السياسية. قباط طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد أهمية إنهاء جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بما فيها المشاكل النفطية. إشادة واسعة باحتضان مدينة كركوك لملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني. النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس يؤكد زيادة أعداد النواب المعارضين لحضور جلسة الأربعاء. وانطلاق عملية أمنية واسعة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لملاحقة فلول الإرهاب. أهلا بكم من جديد. تلقى بافل جلال طالباني اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وتبحث الجانبان حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية، فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي. وقد اتفق الجانبان على ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد. استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد وزير خارجية لوكسمبورغ جان إيسيل برون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى العلاقة المتميزة بين الجانبين ومناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورغ وأوروبا وقضية النازحين داخل العراق وخصوصا اليزيديين. كما تم بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق، والتأكيد على ضرورة الركون للحوار ورفض استخدام القوى والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين. من جانبه أكد وزير خارجية لوكسمبورغ وقوف بلده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعود. أكد قباط طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان أن مشاركة إقليم كردستان في القمة العالمية للحكومات مهمة جدا لتطوير تجربة إقليم كردستان. وأضاف قباط طالباني أن هذه القمم تعطي للجميع رؤية إضافية وجيدة أو جديدة حول السلع والأمور الأخرى، كما أن هناك تقديما للحلول اللازمة للأزمات، وهناك فضاء واسع لتوقيع الاتفاقيات بين جميع الحكومات. وأضاف خلال مشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي أن موقع إقليم كردستان في الخارطة الجديدة للطاقة في العالم في تطور مستمر، لكن يجب علينا تنويع وارداتنا وعدم الاعتماد على عائدات النفط فقط. وقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان إن قرار المحكمة الاتحادية والخاص بإقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان ستكون لها تأثيرات على قطاع الطاقة في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص. وهناك حقيقة يجب علينا أن نعرفها، وهي أن هذا القرار فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مشترك مع الحكومة الاتحادية وإنهاء جميع المشاكل العالقة بما فيها المشاكل النفطية، وهذه بالتأكيد فرصة تاريخية للحوار والاتفاق.
احتضنت مدينة كركوك فعاليات ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين بمشاركة واسعة من أعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وخورمهتو. ونظمت فعاليات ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين في مبنى المركز الثقافي بمدينة كركوك، حيث تم تشكيل عدة لجان بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة وطرح أفكار جديدة. نتابع. احتضنت مدينة كركوك فعاليات ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين بمشاركة واسعة من أعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وخورماتو. وقال آسو مامنت المشرف على الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني إن الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ تأسيسه لحد الآن واجه العديد من المصاعب والمآسي، لكنه ظل صامدا بفضل القيادة الحكيمة لفقيد الأمة الرئيس مام جلال الذي عمل جاهدا في تثبيت دعائم الديمقراطية والتعددية وروح الوئام والتعايش الأخوي بين جميع مكونات العراق. وأضاف إن الاتحاد الوطني الكردستاني قدم تضحيات كبيرة في سبيل تحرير شعب كردستان من الدكتاتورية، كما قدم تضحيات كبيرة في سبيل تحرير مدن كردستان من أزلام النظام البعثي البائد. وأوضح آسو مامنت أنه وعند اقتراب خطر الإرهابيين من كركوك كان الاتحاد الوطني الكردستاني القوة الأولى التي هبت للدفاع عن كركوك بجميع مكوناتها وأطيافها، وقدم تضحيات كبيرة في سبيل حماية المواطنين ودحر الإرهابيين. وتابع آسو مامنت بالقول أن هناك أطرافا كثيرة زايدت على وطنية ومواقف الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنه ظل صامدا. واليوم نرى بأن كل تلك الأطراف كانت تسعى وراء الأموال والمناصب، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي ظل في خندق الدفاع عن حقوق ووجود أبناء شعب كردستان، وهو الذي بقي صامدا في وجه جميع المؤامرات ويسعى لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. وقال آسو مامنت أنه لا يمكن تهميش دور الاتحاد الوطني الكردستاني في العملية السياسية، وظهر للجميع بأن العملية السياسية لا يمكن أن تتقدم دون دور فاعل ومشاركة حقيقية للاتحاد الوطني الكردستاني. وأكد آسو مامنت إن فقيد الأمة الرئيس مام جلال أولى اهتماما كبيرا بكركوك وباقي المناطق المستقطعة، وعمل بكل جهد لتعزيز الوئام بين جميع المكونات. ونحن مستمرون على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال، ولن نساوم على حقوق شعب كردستان أبدا. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التجديد والتطوير، مبينا أن ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للاستماع إلى آراء الكوادر والأعضاء لتطوير سياسات الاتحاد الوطني الكردستاني، والعمل جميعا لوضع خطوات عملية لمستقبل الاتحاد الوطني الكردستاني. وتم خلال ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل عدة لجان، كل لجنة تكون مهامها خاصة بمجال محدد، ومن خلال الحوار والمناقشة تحاول إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة وطرح أفكار جديدة واستعراض مطالب المواطنين. وأعمال اللجان التي تمخض عنها ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين تركزت على طرح الأفكار وتبادل الرؤى لتجديد الاتحاد الوطني والمضي قدما على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في خطوة نحو الملتقى العام للاتحاد الوطني الكردستاني، والذي سيعقد في شهر آيار من العام الحالي. ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين تمخض عنه تشكيل العديد من اللجان في مختلف المجالات لبحث الأفكار والرؤى لتجديد الاتحاد الوطني الكردستاني ومواكبة المرحلة الراهنة.
شكلنا لجان خاصة، كل لجنة يترأسه كادر من الاتحاد الوطني الكردستاني أو قيادي من الاتحاد الوطني الكردستاني، وفيه أعضاء مختصون لإعطاء آرائهم ومقترحاتهم لخدمة الاتحاد الوطني الكردستاني ولتحديث برنامج وسياسة الاتحاد الوطني الكردستاني المكونات الموجودة في مدينة كركوك. نرى خلال عملنا اليومي يجتمعون حول راية الاتحاد الوطني الكردستاني. اليوم احنا ناقشنا مع كوادر الإعلام في مراكز التنظيم كافة في حدود منطقة كركوك وصلاح الدين، وكوادر التلفزيون وكوادر الصحافة الورقية وسوشيال ميديا. ناقشنا من خلال هذه اللجنة كافة عراقيل والمشاكل التي تواجهها الكادر الإعلامي لهذا الحزب. نتمنى أن يكون له دور تأثير في إصلاح السياسة الإعلامية للاتحاد الوطني الكردستاني. نحضر ونجهز أنفسنا ككوادر الاتحاد الوطني الكردستاني للملتقى الاتحاد الوطني السنوي الذي يجري كل سنة لإعداد برامج واستراتيجي معين للاتحاد الوطني الكردستاني لكيفية خدمة المواطنين وجماهيره من جميع النواحي. احنا كلجنة الصحة والبيئة والعلاقات الاجتماعية اليوم عقدنا اجتماعنا الخاص بهذا الموضوع، وراح نستمر بهذه الاجتماعات. مشاركون في لجان ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني أكدوا إن الملتقى يهدف إلى طرح الأفكار والرؤى المناسبة لتجديد الاتحاد الوطني والمضي قدما على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال. يعني هذا الملتقى من أجل تحديث وتجديد فكر الاتحاد الوطني الكردستاني، يعني في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد العالم تغييرات عديدة، ولجنتنا هي من أجل يعني كيفية التعامل مع التراث ومع هذا التعدد القومي الموجود في كردستان وفي كركوك، خصوصا في كركوك. كما تعلمون يعني كركوك مدينة ذات أعراق متعددة وقوميات متعددة، لذلك هذه اللجنة ستكون لها توصيات ترفعها إلى اللجنة العليا. نحن نريد تطوير العمل داخل الحزب بحيث يتم مشاركة العرب والتركمان والمسيحيين والكلدو آشور والكرد جنبا إلى جنب في سبيل دعم العمل الحزبي في محافظة كركوك، لأن كركوك مثل ما قلنا شدة ورد. ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين خطوة لتبادل وجهات النظر في آخر المستجدات ومواكبة المتغيرات نحو الملتقى العام للاتحاد الوطني الكردستاني، والذي سيعقد في شهر آيار من العام الحالي. أزاد شكور، فضائية كركوك. وبمشاركة واسعة من كوادر ومؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني، انعقد ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين، وذلك لطرح أفكار جديدة من خلال الحوار والاطلاع على آراء ومقترحات الكوادر والأعضاء وجميع شرائح المجتمع حول سياسات ومواقف الاتحاد الوطني الكردستاني للمرحلة المستقبلية. بكلمة آسو مامند المشرف على الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين، بدأت أعمال ملتقى الاتحاد الوطني في كركوك. لجان مشكلة لهذا الملتقى بمشاركة واسعة من كوادر الحزب، أما أهدافها فهي للتجديد ومناقشة السياسات الراهنة التي تتلائم مع الأوضاع الحالية. الملتقى هو لتجديد ولمناقشة سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني التي يتراهم مع الوضع الحالي في السياسات الإقليمية والدولية والداخلية للعراق. هذا التقرير احنا طبعا اعتمادنا الكلي على الدستور العراقي وعلى مادة 140 والقرارات اللي صدرت من مادة 140 والقرارات اللي صادرة من
رئاسة الوزراء. نحن نقدم هذه الأولويات وكذلك نقدم التوصيات بخصوص حل هذه المشاكل. الآن يوجد مشاكل كثيرة في المناطق المتنازع عليها كالأراضي وبقية المشاكل اللي موجودة الآن، المشاكل الأمنية والسياسية والاجتماعية. فنحن نقدم التقرير، واجب على اللجنة أن يقدم التقرير إلى اللجنة العليا في خلال شهر أو يعني خلال الشهر القادم. كوادر آخرون تحدثوا عن أهمية تنظيم هذا الملتقى بالرغم من حساسية الوضع الراهن، لكن التجديد موجود وقادم بهكذا ملتقيات، لأن الذي وضع أسسه فقيد الأمة الرئيس مام جلال. الملتقى هو ملتقى مهم وعلى مستوى عالي. بالنسبة لهذا الملتقى تم تحديده بعد الإجراءات التي حدثت في الاتحاد الوطني والتغييرات التي حدثت على المسار السياسي والفكري والاقتصادي سواء في العراق أو في إقليم كردستان. لذا كان لزاما على الاتحاد الوطني أن يفكر بما يفكر به كوادره، ماذا ولماذا وكيف وأين ومتى. كل هذه الأمور أدت إلى التفكير في إيجاد ملتقى على مستوى صعيد جميع المحافظات حاليا لتوحيد الرؤى والنظر في هذه المواضيع لكي يجتمع في لقاء واحد ما يسمى بملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي سيعقد في آيار القادم إن شاء الله. احنا نحتاج في هذه المرحلة مثل هذا الملتقى الذي يجدد عمل كوادر الاتحاد الوطني من خلال اللجان المشكلة ومن خلال ما يقوم به من أعمال في هذه اللجان إيجابية لخدمة أبناء المحافظات المضوية ضمن تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني. ونتمنى في المستقبل القابل العديد من مثل هذه الملتقيات التي تصب في عمل الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب ليس حزبا محليا وإنما حزب على المستوى العالمي. ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك كان ليوم واحد، قبلها كانت في محافظة دهوك وبعدها ستنظم في محافظات أخرى. كل هذه تحضيرات لإجراء الملتقى الأكبر والعام بداية آيار القادم من العام الحالي. هالبرت حسن، فضائية كركوك. مشاهدينا الأكارم، للمزيد من المعلومات والحديث عن أهداف وأهمية ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك صلاح الدين وبدء عمل اللجان، ارتأينا أن نستضيف في الاستوديو السيد أصغر مصطفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين. فأهلا وسهلا بك سيد أصغر. بداية، ما الهدف من عقد الملتقى، ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة عامة، وعقده في كركوك وصلاح الدين على وجه الخصوص؟ بداية أرحب بحضرتك وجميع العالمين لنا في قناتكم وكذلك المتابعين لقناتكم الموقرة. يعد عقد ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة عامة ضرورة مرحلية لما مر به الاتحاد الوطني من أحداث سابقة لا يخفى على الجميع. كذلك يعد ضرورة لتفعيل وتجديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحزب لكي يتمكن من مواكبة الأحداث والتغيرات الحاصلة الداخلية للحزب والخارجية، سواء كان في حكومة الأقليم أو في الحكومة الاتحادية. نعم. أما من ناحية ضرورة عقده في كركوك وصلاح الدين، ذلك لأن يرجع إلى مدى اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني بالكوادر والقاعدة الجماهيرية الذي يمتلكها في هذه المناطق. من خصوصا هذه المناطق هناك قاعدة كبيرة وواسعة يختلف عن باقي المناطق الأخرى، ولضرورة فسح المجال لهم من أجل المشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم لأجل رسم سياسة جديدة أو تفعيل السياسات السابقة بالشكل الجيد، مما يؤكد لنا رسم سياسات جديدة ويؤكد لنا تحقيق الأهداف التي يرجو إليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب، يعني ما هي أهمية عقد الملتقى في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها من خانقين إلى شنغال؟
طبعا أهميته يكمن في مدى اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المناطق الذي يعد له الذي هي امتداد للاهتمام السابق الذي كان يبديها فقيد الأمة الراحل مام جلال، حيث كان يهتم بهذه المناطق نظرا لأهميتها، وكما كان يسمى صمام الأمام من جانب حرصه واهتمامه بهذه المناطق الذي يشمل أطيافا وقوميات مختلفة، من أجل الحصول على أو الوصول إلى إمكانية التعايش السلمي في هذه المناطق، ومن أجل رفع المقترحات والرؤى والنظريات الخاصة بالكوادر الذي يعيشون في هذه المناطق والذي يكون لها طابع خاص. لذا يرتئي الحزب أن يهتم بهذه وجهات النظر الخاصة بهذه المناطق من أجل رسم سياسات خاصة يناسب هذه المناطق والساكنين فيها. يعني خصوصا هناك جماهير عربية وتركمانية في هذه المناطق. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. يعني الملتقى انطلق بمشاركة واسعة وكبيرة في كركوك، كيف ترون يعني هذه المشاركة وترجمة أعمال الملتقى على أرض الواقع؟ طبعا كانت المشاركة واسعة وكبيرة ومفرحة، وكما تطرقت حضرتك إلى أن جماهير كركوك وخصوصا جماهير الاتحاد الوطني الكردستاني ليست محصورة في القومية الكردية، لدينا أعضاء وجماهير ومؤيدين ومناصرين من القوميات الأخرى العربية والتركمانية ولا إخفى عليكم. لذا من الضروري ومن المفرح ما رأيناه خلال هذه اليومين، وبالنسبة لي كشخص مثلا مسؤول أو رئيس اللجنة الإدارة والمالية، رأيت ولاحظت مشاركة جدية وفعالة ومفرحة لأن ذلك سوف يبلور أفكارا وتوقعات ونظريات جديدة يمكن رفعها إلى اللجان الخاصة، كل من حسب اختصاصه، كل لجنة حسب اختصاصه، لرفعه إلى اللجان العليا التي يكون في الملتقى الرئيسي والذي يناقشون فيها التقارير النهائية. نعم، يعني وخصوصا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يهتم بالمكونات الأخرى وخصوصا في كركوك. وخصوصا في كركوك. نعم، ما هي أهم المواضيع يعني التي يتطرق إليها ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني؟ مواضيع هي تلك المواضيع التي لها تماس مباشر باستراتيجيات وسياسات الحزب في كافة المجالات، سواء كان السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الصحية أو المنظمات الديمقراطية أو أي مجالات أخرى أو أي جوانب أخرى ذات علاقة مباشرة. نعم، يعني توزعت اللجان على 11 لجنة، كيف سيكون عمل هذه اللجان يعني لحد ما نصل إلى المؤتمر الكبير؟ هذه اللجان كما تطرقت لها سابقا هي لجان سياسية، واللجان الإدارية والمالية واللجان الصحية واللجان الرياضية وكافة اللجانات المنظمات الديمقراطية وكافة اللجانات الأخرى. تم تهيئة قاعات ومكانات خاصة بهم وتهيئة الأمور اللوجستية الذي يسمح للأعضاء اللجان أو المشاركين أو الذين يرغبون أن يكونوا أعضاء فيها ويترددون على هذه اللجان من أجل أخذ مقترحاتهم ورؤياهم، وبالتالي تجميعها وبلورتها بالشكل تقرير نهائي لرفعها إلى كل من إلى لجنته المختصة في الملتقى الرئيسي النهائي الذي سوف يتم عقدها إن شاء الله في الشهر الخامس. نعم إن شاء الله. يعني وقد يزداد يعني عمل اللجان بالتأكيد، عدد اللجان يعني خلال عمل الملتقى بالتأكيد حسب الضرورة الآنية أو المرحلية أو المكانية، خصوصا بالنسبة للكركوك هنالك لجان يمكن من الممكن زيادتها إذا ارتأت الحاجة إليها. نعم. السيد رزقار مصطفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك صلاح الدين، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. جزيلا شكرا لكم. أهلا بكم من جديد. بعد أكثر من 10 سنوات على إتمامه، افتتح المتحف التراثي في مبنى قشلة كركوك بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة. المشاركون في مراسيم الافتتاح عبروا عن أملهم بأن يتم تخصيص ميزانية كاملة للاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية في كركوك، وبما يسهم في الحفاظ على هذه المواقع المهمة. تقرير. المتحف التراثي في بناية قشلة كركوك افتتح اليوم بعد
أكثر من 10 سنوات على إتمامه، والذي يشمل تماثيل لأصحاب الحرف الشعبية في كركوك في مختلف المجالات. حنطلة أيام الدوام وأوقات الدوام أمام كل المواطنين من أهالي مدينة كركوك بشكل خاص، وأمام مواطنينا من المحافظات العراقية الأخرى بشكل عام، وحتى أمام الزائرين من الخارج للتعرف على الفلكلور الخاص بهذه المدينة والتراث الشعبي الخاص بهذه المدينة. صراحة احنا كل هذه الفترة كانت هناك ترتيبات وأمور تعديلات على المتحف الفلكلوري. المتحف أنشئ في عام 2012 من ذاك الفترة من قبل محافظة كركوك، ولكن افتتح الآن بشكل رسمي وسوف تكون أبوابه مفتوحة أمام كل المواطنين. المتحف يحتوي على مجموعة من الأجنحة الفولكلورية للأعمال التراثية، وكذلك للشخصيات التراثية والحضارية التي عاشت في هذه المدينة. يكون أبواب هذه المتحف مفتوحة في الأيام القادمة بالتنسيق وبزيارة إلى مع مديرية الآثار كركوك، ونحن في البيت الثقافي عندنا برنامج خاص لزيارة هذا المتحف من قبل بالتعاون مع أحد المؤسسات الراعية للمدارس والأطفال الأحياء الفقيرة. المشاركون في مراسيم الافتتاح عبروا عن أملهم بأن يتم تخصيص ميزانية كاملة للاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية في كركوك التي تحتاج إلى رعاية واهتمام للإبقاء على روحها الحضاري وجمالها التراثي. مع الأسف الشديد أقولها، يعني مبالغ لحد الآن غير موجودة لآثار مدينة كركوك، سواء كانت أعمال التنقيبات أو أعمال الصيانة في المواقع التراثية. نحن الآن في قشرة كركوك، جزء من قشرة كركوك انهدم قبل ما يقارب 7 سنوات بسبب الإهمال وترك هذه القشرة بدون صيانة دورية. يعني المواقع التراثية تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة، تخصيص مبلغ دوري ثابت في كل عام لصيانة هذا المبنى الأثري. طبعا هذا شيء يفرح احنا من نشوف هاي المشاهد اللي المتمثلة بعاداتنا وتقاليدنا. هذه التقاليد وهاي العادات والتقاليد أغلب شيء هي انقرضت الآن، والجيل الجديد هم بحاجة إلى الاطلاع عليها ولمعرفة ما كان آبائنا وأجدادنا يمارسون من حياتهم اليومية في المجتمع. الحفاظ على هوية المهن الشعبية والتراثية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمدن التاريخية والأثرية، ومنها كركوك لما تمتاز به من عمق تاريخي قديم، وهذا العمل يعد جانبا مهما لتوثيق الحياة والمهن والفنون الشعبية في كركوك ومنع اندثارها. آزاد شكور، فضائية كركوك. أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس زيادة أعداد النواب المعارضين لحضور جلسة الأربعاء بعد إخفاق التحالف الثلاثي في تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية، مبينا أن الحوار السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة. وقال إن بعض النواب ترقبوا ما سيحصل خلال جلسة السبت الماضي وحضور الجلسة من أجل الحصول على مكاسب سياسية ومناصب في حال تمرير مرشح التحالف الثلاثي، في حين تراجع موقفهم بعد إخفاقهم في نيل مرادهم. وأضاف النائب كاروان يارويس أن أعداد المعارضين من النواب كبير للغاية، وسيرتفع خلال جلسة الأربعاء بعد انضمام قوى مستقلة إلى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني. من جهته وصف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي تلويح رئاسة مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ وحل البرلمان بأنه يمثل ضغطا على النواب المستقلين لحضور جلسة الأربعاء واستدراجهم لصالح التحالف الثلاثي.
وأكد الهلالي أن كتلة الثبات الوطنية تمتلك أكثر من 125 نائبا، بالإضافة إلى أن هناك تقاربا مع بعض النواب المستقلين وهم قريبون من الانضمام إلى الإطار، وبالتالي فإن حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ يعد أمرا غير ممكنا. وقال إن حكومة تصريف الأعمال ليست وليدة الدورة البرلمانية الحالية، وهي أساسا حكومة مقالة. والدستور العراقي الذي تحدث عن هذا الأمر بصورة دقيقة جدا يمنع حل البرلمان. وأردف أن حكومة الكاظمي لم تخرج من رحم الدورة البرلمانية الحالية، والتي ليس من حقها إعلان حالة الطوارئ، والتي تحتاج إلى تصويت الثلثين. إلى ذلك أكدت أوساط سياسية على أهمية اللجوء إلى لغة الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية لتجاوز المرحلة الراهنة. وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود أن المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة هو التفاهم والتحاور بين مختلف الأطراف السياسية للوصول إلى نقاط مشتركة تضمن تشكيل حكومة توافقية تخدم الجميع وتلبي مصالح الشعب. وأضاف أن المرحلة التي تمر بها العملية السياسية خطيرة، وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وعلى الكتل السياسية أن تراجع حساباتها وتفتح صفحة جديدة، لافتا إلى أن المخرج من هذه الأزمة والانسداد السياسي هو الحوار والتفاهم والتوافق. على صعيد ذي صلة، أعلن الإطار التنسيقي رفضه طرح فكرة تشكيل حكومة طوارئ إذا لم يتم حسم منصب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء. وقال القيادي في الإطار التنسيقي عصام القريطي في بيان أن حديث بعض عن تشكيل حكومة طوارئ في العراق إذا لم تحسم جلسة الأربعاء المقبلة منصب رئيس الجمهورية هدفه إرباك المشهد السياسي في البلاد، لافتا إلى أن بغداد مرت بظروف عصيبة في الحكومات السابقة ولم يتم إعلان حكومة طوارئ. وأضاف أن الواقع العراقي ليس مع هكذا خطوة، والتي لها دلالات خطيرة، فضلا عن أن التفاهمات السياسية العامة لن تسمح بهكذا خيار، مؤكدا أن جلسة السبت الماضي أثبت أن على الجميع العمل لخلق توافق سياسي يدفع البلاد بعيدا عن الانسداد السياسي. على الصعيد الأمني، نفذت طائرة قوة الجوية 4 ضربات جوية مدمرة على أوكار مجاميع داعش الإرهابية في أطراف مدينة كركوك. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن طائرات القوة الجوية نفذت 4 ضربات جوية دقيقة ومدمرة على أوكار عصابة داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك. وأضاف أن ذلك جاء بناء على معلومات خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمنية أن الضربات التي نفذت بواسطة طائرة F-16 العراقية أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك. إلى ذلك نفذت قوات الشرطة الاتحادية عمليات تفتيش عثرت خلالها على عبوات ناسفة وقنبرة هاون ضمن قاطع عمليات كركوك. وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان أن قوة مشتركة وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري نفذت عملية تفتيش وتطهير قرية بريج بقضاء الحويجة في كركوك أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين وقنبرة هاون. إلى ذلك نفذت قوة أمنية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش في منطقة وادي زغيتون جنوب غربية كركوك أسفرت عن مواد لوجستية تم رفعها وإتلافها. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى
باشرت بتنفيذ العملية الأمنية الواسعة الإرادة الصلبة في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. وأضاف البيان أن العملية الأمنية جاءت لملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية. في موضوع آخر، انتقد رئيس كتلة النهج الوطني أحمد الربيعي محاولات مجلس النواب تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اعتبر تمرير القانون سابقة خطيرة في تاريخ العراق. وقال الربيعي أن تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المرسل من الحكومة قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية. وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها اقتراح وإرسال القوانين، مشيرا إلى أن مضي مجلس النواب والتصويت على قانون الدعم الطارئ سيعطي صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء ووزارة المالية دون الرجوع إلى البرلمان. ولفت الربيعي إلى أن تمرير القانون يعد سابقة خطيرة سيجعله عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية. وبخصوص تفشي جائحة كورونا، نفت وزارة الصحة وصول الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي اجتاحت بعض دول العالم مؤخرا إلى العراق ودول المنطقة، مبينة أن ضمان عدم تسجيل وفيات يومية بحاجة إلى عمل كبير على صعيد الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن المتابعة للموقف الوبائي يلاحظ الانحسار التدريجي لإصابات كورونا والانخفاض الواضح في عدد الوفيات، مشيرا إلى أن عدم تسجيل وفيات يومية في العراق بسبب كورونا يحتاج إلى عمل كبير والالتزام بالإجراءات الوقائية. ورأى البدر أن وصول الموجة التي شهدتها بعض الدول أمر وارد جدا، خصوصا من خلال التجربة مع الموجات السابقة، مؤكدا أن الوزارة تؤكد على ضرورة الاستمرار الجاد في تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة كورونا. في الخبر الأخير، يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن، مؤكدة تدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل نحو 600 من الأجانب في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين. نتابع. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 34، وفيما يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية. انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، وفي آخر المستجدات حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا زودت دول حلف الناتو أوكرانيا بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي إن ما وصفه بالتوريد غير المنضبط للأسلحة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدا لأوروبا. وأكد شويغو أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها، مشيرا إلى أن القوات ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير إقليم دونباس، محذرا من أن هناك تهديدا حقيقيا للملاحة المدنية في البحر الأسود بسبب الألغام البحرية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت بتدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن، مؤكدة تدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد، مشيرة إلى مقتل نحو 600 من الأجانب في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار حاكم ميكيولاف الأوكرانية إلى قصف روسي استهدف المقر الإداري للمدينة وسقوط قتيلين على الأقل في الضربة الروسية، فيما قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن كييف تسعى لفتح 3 ممرات إنسانية.
من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية في مواقعها وتحاول إعادة تنظيم صفوفها، فيما نجحت الهجمات الأوكرانية بدفع القوات الروسية إلى التراجع في بعض المواقع، مؤكدة إن مركز مدينة ماريوبول لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية. وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الضربات الجوية الروسية تشكل خطرا على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال قدرتها على القصف، على الرغم من أن القوات الأوكرانية تواصل الهجمات المضادة في شمال غرب المدينة. وشهدت مدينة ماريوبول الساحلية مواجهات عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة قبل ساعات فقط من انطلاق جولة مفاوضات جديدة. من جهته أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي كييف وإسقاط طائرتين ومروحية. كييف من جهتها أكدت أن لديها أدلة على أن القوات الروسية استخدمت في 2 من مناطق جنوب أوكرانيا ذخائر عنقودية، وهي الأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقات الدولية. انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.